ده يا صاحبي فوز النادي الاهلي على فريق ميدياما امبارح في الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا بنتيجه 1-0. الفوز اللي مفيش حد يقدر يختلف عليه انه فوز كان مهم جدا، لانه بره ارضك في ظروف غريبه ما مرتش بيها بقالك كتير، وفي نفس الوقت خرجت ب3 نقط حسموا لك صداره المجموعه قبل الجوله الاخيره. وبرده في نفس الوقت محدش يقدر يختلف ان النادي الاهلي في ادوار المجموعات بقاله كام سنه، مع اختلاف اللعيبه مع اختلاف المدرب، دايما بيقدم اداء على قد المقبول يعني، عشان في النهايه يخرج بتاهل وفي الادوار الاقصائيه يحلها ربنا. عشان كده لازم نتعامل مع ادوار المجموعات على انها ادوار تحضيريه، ادوار النادي الاهلي بيجرب فيها اكتر من تشكيل، اكتر من فكر، ويخرج في النهايه بافضل نقاط قوه ممكن يشتغل عليها ونقاط الضعف اللي لازم يعالجها. عشان كده هو ده اللي هنخرج بيه من حلقه النهارده، ايه مشاكل النادي الاهلي وايه نقاط القوه اللي المفروض يكون لينا سبوت عليها ونشتغل بيها خلال الفتره اللي جايه. يلا بينا. لكن قبل اي حاجه استاذنكم الدعاء لاخواتنا في فلسطين بنصر قريب يا رب. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ويلا بينا نبدا على اول سؤال، هو ليه النادي الاهلي ظهر بالشكل ده؟ الاجابه على السؤال ده تندرج تحت 3 بنود تقريبا، او يمكن بقى تعالى نعرف. يعني اول حاجه هو ان انت بتتكلم ليه ان مارسيل كولر كان واضح ان هو عنده فكره محدده. الراجل نازل الماتش مش عايز يستنفذ المجهود البدني الخاص باللعيبه، طبعا الظروف اللي حصلت قبل الماتش، عدم التجهيز بشكل كويس، وهو ده اللي خلى النادي الاهلي نازل مش مهم قوي بالنسبه له ان هو يحارب على الاستحواذ، بيلعب لعب تموضعي، يلعب على الهجمات المرتده. والنقطه الثانيه والمهمه واللي محدش يقدر يغفلها ان انت الماتش بره ارضك، الماتش قدام فريق كان بيحارب هو كمان على حظوظه في التاهل، فريق نازل متحمس بشكل كبير. وخلينا ندي لكل حاجه حقها، فريق ميدياما وصل كتير امبارح على مرمى النادي الاهلي وافتقدوا لسوء التوفيق او لسوء الحظ بسبب ان ما عندهمش المهاجم اللي يخلص. جوناثان سوا مأثر عليهم بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت كان عندنا 2 لاعيبه متالقين بصراحه ما شاء الله، يعني كانوا تقريبا 70 او 80% من قوه النادي الاهلي امبارح. مصطفى شوبير اللي تصدى اكتر من تصدي واكتر لاعب يحصل على تقييم عالي في الماتش امبارح، وياسر ابراهيم اللي ما شاء الله كان تقريبا كده ممكن بيستخلص الكره من وسط 2 أو 3 لعيبه من الفريق الغاني. وهنا نيجي للنقطه الثانيه اللي كانت سبب في ظهور النادي الاهلي بالشكل ده، وهو التشكيل. النادي الاهلي امبارح بدا بشكل واضح وصريح 4-4-2 بوجود مودست كمهاجم صريح، وجنبيه كسكند سترايكر او كشادو سترايكر وهمي، يعني بيلف حواليه، بينزل يستلم الكوره، بيقوم بالادوار اللي مودست ما بيقدرش يقوم بيها، وهو امام عاشور. وامام عاشور اللي تابع الماتش امبارح شاف ان هو عمل مجهود كبير جدا لكن بدون فعاليه تذكر على المرمى. ليه؟ امام عاشور كان مطلوب منه ان هو يغطي مساحات كبيره جدا في ظل وجود عمرو السوليه وكريم ندفد تحت الدايره، وبالتالي كان عنده مساحات كبيره ارهقته في تغطيتها. عشان كده امام عاشور كنا نقدر نعتبر ان هو افلس بدنيا تقريبا مع منتصف الشوط الثاني. لكن في نفس الوقت تعالى بقى لاجابه اهم سؤال، ليه النادي الاهلي ظهر بالمنظومه الضعيفه دي دفاعيا؟ هقول لك على سر وفكر معايا فيه كده وانت هتعرف ليه. كام لاعب دستروير كان موجود في منظومه النادي الاهلي الدفاعيه امبارح؟ عندك ياسر ابراهيم، عندك محمد عبد المنعم، علي معلول لا، محمد هاني لا، عمرو السوليه لا، وكريم ندفد لا. انت بتتكلم عن تلتك الدفاعي ما فيهوش غير 2 بس دستروير. وهنا نيجي لثنائيه السوليه وكريم ندفد، بخلاف ان الثنائيه دي ما بتلعبش بقى لها فتره طويله جدا وبيلعبوا مع بعض لاول مره من سنين. احنا بنتكلم عن 2 غير متفاهمين، لكن المشكله الكبيره ان الاثنين بالاساس مش دستروير. لك ان تتخيل ان السوليه وكريم ندفد وانت بتلعب بره ارضك الاثنين طول الماتش بحاله، كل واحد فيهم ما استخلصش الكوره غير مره واحده بس. 2 طول ال 90 دقيقه او للوقت اللي هم لعبوه ما استخلصوش الكوره غير مرتين، ودي كانت مشكله كبيره جدا، لان فريق ميدياما لعب على انصاف المساحات اللي كانت موجوده دايما ما بين المدافع وما بين الظهير. ليه؟ لان السوليه وندفد في اغلب الوقت كانوا ما بينزلوش يغطوا، او لما كانوا بينزلوا يغطوا كان تغطيتهم سلبيه جدا، وده كان هيتسبب علينا في اول 10 دقائق ضربتين جزاء، وكوره محمد عبد المنعم التحم فيها مع المدافع، والكوره الثانيه بتاعت علي معلول اللي عدت على خير، ولان ما كانش فيه فار اعتقد انها كانت بنسبه كبيره هتتحسب ضربه جزاء على النادي الاهلي. لك بقى ان تتخيل ان وسط كل المشاكل الدفاعيه اللي النادي الاهلي مر بيها دي، ان احنا وصلنا باكتر من كوره لمرمى فريق ميدياما، لكن ظهر نفس المشكله اللي بنشتكي منها دايما من بدايه الموسم، يمكن الموسم اللي فات، عدم جماعيه لعيبه النادي الاهلي. على سبيل المثال كوره حسين الشحات اللي كان مصر ان هو يلعبها ار2 كالعاده، رغم ان هو لو ضرب بعينيه هيلاقي عمرو السوليه كان قاطع له من خط النص، وعمرو السوليه الناحيه الثانيه على يمينه كان لوحده تماما، لو كان لعبها له كان الجون مؤكد. وكوره ثانيه اللي جت لمودست على حدود منطقه الجزاء عايز يعملها بشكل شو،
تاو، فلعبها فيرست تايم هوائيه، رغم ان برده بيسي تاو كان موجود على يمينه كان يقدر يلعبها له وكانت هتشكل خطوره اكبر من كده. القصد ان المفروض الشوط الاول خرجنا مجموعه من المشاكل كان اهمها عدم وجود اكرم توفيق، لاعب الدستروير الوحيد اللي كان هيبقى موجود عندك في المنظومه في خط النص اللي كان لازم تستعين بيه. وعلى سبيل المثال ارقام اكرم توفيق بتقول انه لما نزل في اخر ربع ساعه استخلص الكره 3 مرات، يعني طول 90 دقيقه عمل هو في 10 دقائق او في ربع ساعه ارقام اكبر من عمرو السوليه ومن كريم وليد ندفد. اذا اللي نقدر نستخلصه من الكلام ده ان انت بره ارضك لازم حتى لو هتوفر مجهودك يبقى انت ما تلعبش بمودست، لان مودست ما بيغطيش مساحات كبير وبيأثر على اداء زمايله اللي موجودين على ارض الملعب، لان هم بيقوموا بادوار مكانه في تغطيه المساحات. لازم تلعب بلعيبه دستروير تقدر تستخلص لك الكوره. في نقطه اخيره مهمه جدا وعايز يعني احطها على الهامش كده في الكلام بالنسبه لمارسيل كولر. يبدو ان مارسيل كولر بيعتمد حاليا على نقطه ان هو بيجهز فريقه للماتشات، مش بيدرس الفريق الخصم بشكل كويس. لان مارسيل كولر لو درس الفريق زي ما كنا اتكلمنا كده قبل الماتش عن ان فريق ميدياما عنده نقاط القوه بتاعته الاطراف وعنده منظومه دفاعيه ضعيفه جدا في خط النص وبيتقطع منها الكوره، لو كان خد باله من حاجه زي كده كنا هنشوف منظومه خط نص افضل للنادي الاهلي بتجيد الضغط وقطع الكوره. طيب هل الكلام ده يقلل من النادي الاهلي او يقلل من مارسيل كولر؟ خالص. الناس في الشوط الثاني كانت بتقول ان التغييرات الاضطراريه اللي حصلت باصابه كريم وليد والاصابات اللي بعدها هي دي اللي غيرت من شكل الاداء، لكن ما اقدرش ابخس حق مارسيل كولر في انه في الشوط الثاني التعليمات اللي اداها لعيبته واللي ظهرت جدا خلال اول ربع ساعه كانت حاسمه وكانت كافيه ان احنا نجيب جون. فرصتين مع بدايه الشوط الثاني جماعيه اللعيبه وتعليمات مارسيل كولر ديهم اللي فكرتهم مره ثانيه ان دور دايما على زميلك اللي موجود داخل المنطقه واديله الكوره. اهدتنا الجون الاول عمرو السوليه، كوره ممتازه لمودست، مودست اللي كان بيشوط على الطاير من بره المنطقه في الشوط الاول قرر ان هو يديها لحسين الشحات والشحات شاطها، وكان معانا توفيق كبير الحمد لله انها خدت ايد الحارس ودخل الجون. وكان في لقطه ثانيه بعدها لكن التوفيق ما كانش حالفنا. وفي نفس الوقت والمهم باللقطات اللي بعرضها عليك كان في تعليمه مهمه جدا اتقالت لغايه ما حصل تغيير في خط النص ان السوليه وكريم ندفد ابتدوا يرجعوا يساندوا دفاعيا، حتى وان ما كانتش المسانده الدفاعيه دي رجعت في النهايه بقطع كور لكن كانت كفيله انها دايما تقفل مساحات. عشان كده شفنا كم تسديدات كتير جدا من لعيبه ميدياما في الشوط الثاني لكن مش بنفس خطوره الشوط الاول. ليه؟ لان ببساطه زوايا التمرير او التسديد كانت مقفوله عليهم بشكل كبير. شوف بقى رغم كم الملاحظات الفنيه اللي احنا بنتكلم فيها دي عايز اقول لك في النهايه ان النادي الاهلي كسب، ان النادي الاهلي خد الثلاث نقط، وهو ده اللي يميز النادي الاهلي عن اي فريق في افريقيا مش في مصر بس، هو ده ممثل مصر الاول واللي مشرفه في المحافل الافريقيه في المحافل العالميه. على سبيل المثال للحصر مش نادي بيراميدز مثلا اللي النهارده بره ارضه مش عارف يوازن الامور، مباراه مصريه هي راح يخسر فيها بثلاثه لا شيء وخرج رسميا بره بطوله دوري ابطال افريقيا، وهو ده الفارق ما بين النادي اللي بيملك شخصيه البطل. في النهايه انت كمان عايز اسمع رايك في التعليقات، مين كان افضل لاعب، مين كان اقل لاعب، تقيم كام مارسيل كولر من كام من 10 وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه على قناه كبيره واهم اخبار النهارده. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.